السلام عليكم، مساك الله بالخير يا أبو مصطفى. والله يا أبو مصطفى، الطيرة هذه تبارك الرحمن شدتني. طريقة المشاغل، الارتكاز الحلو، التوازن الحلو، القلاب على طول الخط، لوت يم تبارك الرحمن ما فضت. واللي يميزها بالمشاغل إن المشاغل جاي بدرجة نقامة عالية جدا، لتقريبا توقيت دقيقة و30 ثانية، 27 دقيقة و27 ثانية. دشت عليه سوايب، دشت فيها حمقات حلوة، حولت اللوت من لوت اليم إلى لوت الدقاق الجميل بتوازن. قعدت تقريبا 30 ثانية على هالوضعية، وردت مرة ثانية كملت على اليم. ردتها القري، ردة حلوة. كانت تبي تسوي حركة المعادل، تاخذ يمين وتشطف يسار، وتاخذ يسار وتشطف يمين، لكن الظاهر سوتها بطريقة انها قريبة للبرج، ما عندها تسوي الحركة. وردت مرة ثانية، صفطت روحها، ناصرت وقطت نفسها قدام البرج. لو تدقاق مرة ثانية طلعة الأخيرة وطبت. طيرة الله يهنيك فيها، طيرة راقية جدا. يعني اللي يراد له نثية زينة يدخلها على حمامة ويطلع منها خير. الطيرة هذه تستحق التعب، تستحق الإنتاج، تستحق المجهود. طيرتك طيرة ترقى أعلى من الخوش، طيرة زينة، والمواصفات اللي أدتها مواصفات الحمام الطيبة. صلى الله يوفقك يا أخوي أبو مصطفى وتشوف خيرها. يعني هذا أنا شفت لها وقاعد أراقبها وضرب السوايب عليها، شلون توازنها، ما فيها شبر فوق ولا فيها خفقات ولا هدقات. محامها وتوازنها عجيب، وأداء راقي جدا، ونقامة المشاغل ودرجة المشاغل فل، لكن بنقامة حلوة. وتخلي له طلعات، لعبة شاغلة بنظام الدقاق، اللوت دقاق بتوازن فظيع لمدة 30 ثانية، وردت نوعت مرة ثانية باليم. أسأل الله يوفقك فيها إن شاء الله.